استكمالا لوصفات الشتاء لازم نعمل ام علي. جربوا طريقتي وان شاء الله لما تجربوها متأكدة ان هي هتعجبكم. انا هنا استخدمت كرواسون اللي بنجيبه من البيكر اللي بيكون في الهايبر، المخابز اللي بتكون موجودة في الهايبر خدوه منه علشان بيكون معمول بالزبدة وطعمه حلو قوي، فهيطلع لكم ام علي طعمها حلو. قطعته قطع صغيرة، دول وحدتين، انا كان عندي ضيوف فطلعت اول صينية ليهم ونسيت ان كنت بصور فرجعت عملت واحدة كمان. استخدمت في الصينية وحدتين كرواسون قطعتهم دخلتهم فرن. اول ما اتحمصوا كده طلعتها، حطيت عليها لبن وعليه سكر حليته، وبعدين حطيت حتة قشطة كده من فوق. هي بجد ما كانتش محتاجة القشطة لان الكرواسون معمول بالزبدة فمش مستاهلة اي اضافات تانية. لو بتحبوا المكسرات ضيفولها، لو ما بتحبوش خلاص، انا اللي عندي مش بيحبه فما ضفتهوش. وبعدين دخلتها فرن شغال من فوق ومن تحت. اول ما اتحمرت وطلعت منهنها كده بقى وطريه، ولازم تخلوها بقى فيها شويه لبن علشان تبقى جوسي كده، طعمها حلو قوي ومن غير اي افتكاسات. جربوها ومستنيه رايكم.